الراجل قاعد ساند على عصايته وظهره عمال يميل من التعب لدرجة ان دقنه كانت هتنزل تلمس صدره من كتر التوتر. هو قاعد مستني الجواب، فقام رافع النبي عليه افضل الصلاة والسلام بصره اليه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام، واسمع الحتة دي كويس، ابوس ايدك فتح معايا. قال له هل اسلمت؟ السلام عليكم. كلنا وقعنا قبل كده في ذنوب كتير، سواء على معرفة او من غير معرفة، بس اكبر مشكلة بنواجهها هي لما تبتدي ذنوبك تزيد قوي وتبقى مش عارف هل انت اصلا ليك توبة ولا لا. مصلوبة بالمنطق كده، يعني أنا ربنا يغفر لنا بالذات وانا لا بصلي ولا بصوم ولا غض البصر ولا حتى عارف ابتدي منين. اتهرج يا باشا. وخليني صريح، للأسف معظمنا مش بقوة الإرادة إن هو كل ما يعمل ذنب يرجع يتوب تاني ويبقى متيقن إنه هيبطل في مرة. تلاقي صوت في مخك بيقول لك واللي أنا بعمله ده ليه لازمة أصلا؟ مخه يقول له توبة إيه يا عم اللي بتجري وراها، ما هي كده كده بايظة ومقفلة خالص. انبسط بقى اليومين اللي أنت قاعدهم في الدنيا كده وما تحبكهاش. بس الحقيقة إن الصوت اللي أنت سامعه جواك ده هو مش صوتك، ده صوت الشيطان. الشيطان اللي هيقايد معاك الآخرة والدنيا مقابل الشهوات، علشان في الآخر يتبرى منك يوم القيامة. والشيطان ده مش شرط يجيلك في مخك ويقعد ينشر لك أفكار إلحادية، ولا يعمل ممكن يجيلك في هيئة صاحب سوء ولا حاجة، أو حد فاسد على النت، أو أشكال كتيرة تانية. ممكن حتى يجيلك في هيئة حد مشهور يجريك وراه في الدنيا ورا الشهوات، وفي الآخر يجي يوم القيامة يقول إنه ما كانش يعرفك أساسا ولا ليه دعوه بكل اللي اتبعوه، وهم اللي غلطانين انهم اتبعوه. وهنا للتوضيح، مش كل المشاهير، بس انا بتكلم عن فئه معينه وهم بنسبه كبيره عارفين نفسهم. وممكن تقول لي بعد كل الكلام ده، يعني الكلام ده محبط جدا يا عم عمر، انت جاي توقع فينا ولا ايه يا باشا؟ ما بالراحه، جاي تحبطني وخلاص. بس انا كل اللي عاوزه منك انك تسمع القصه دي لاخرها. القصه لو ركزت فيها هتكتشف كميه الامل اللي ممكن يبقى جواك للتوبه، بس مش بيطلع. ممكن تحس انها فرصة للتعويض عن اللي فات. سواء سمعت القصة دي قبل كده او اول مرة تسمعها، فبنصحك تكمل الفيديو للاخر، لان يبقى في حاجة مهمة اقولها في اخر الفيديو. فمن غير اي تأخير ما تنساش تدينا واحد لايك جامد كده، وانزل اعمل سبسكرايب تحت، واعمل شير في الخير برضو عشان القصة تنتشر ان شاء الله. ويلا بينا نخش. قعد النبي عليه افضل الصلاة والسلام في يوم من الايام ما بين اصحابه، فلقى راجل جاي عليهم كبر سنه جدا وضعف عظمه، وكان قاعد بيتسند على عكاز. وجه للنبي عليه افضل الصلاه والسلام لحد ما بقى قدام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وبص الصحابه عليه باستعجاب. اصل راجل اكلته السنين والايام لحد ما كبر سنه جدا، ودلوقتي واقف ما بين ايدين النبي عليه الصلاه والسلام. فقام الراجل الكبير ده بقى قال للنبي عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا؟ عمل كل الذنوب وما سابش لا أسوأها ولا أقلها، وهو إلى ذلك اللي معناها مع ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها. ما سابش لا كبيرة ولا صغيرة، ولا ساب أي حاجة إلا وسواها. لدرجة إن لو ذنوبه كانت اتقسمت على أهل الأرض أجمعين كانت كفتهم وزيادة. بعد كل اللي قاله ده قام قايل: يا رسول الله، هل لذلك من توبة؟ هل بعد كل اللي أنا عملته ده ربنا يقدر يتوب عليا بعد ما عملت كل ذنوب الدنيا اللي تتعمل، وما سبتش لا كبيرة ولا صغيرة إلا وعملت كل حاجة، وسرقت وزنيت وسويت؟ انا مش بقول لك عمل ذنب كبير ولا ذنبين، يعني بقول لك عمل كل حاجه وما سابش اي معصيه. يعني انت فاهم اللي احنا فيه دلوقتي؟ والراجل قاعد ساند على عصايته وظهره عمال يميل من التعب لدرجه ان دقنه كانت هتنزل تلمس صدره من كتر التوتر. هو قاعد مستني الجواب، فقام رافع النبي عليه افضل الصلاه والسلام بصره اليه، وهو عارف ان ربنا سبحانه وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: واسمع الحتة دي كويس، ابوس ايدك فتح معايا. قال له: هل اسلمت؟ قال له: نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يغفر الله لك. فقام قال له: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي والبلاوي اللي عملتها دي كلها؟ قال له: وغدراتك وفجراتك. وقال انس بن مالك: فولى الرجل ظهره الينا وذهب يقول: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وفضل يكبر كده لحد ما مشي. فكل اللي عايز اقوله لك يا اخي في الله، ان ذنوبك لو بلغت السماء والارض برضه ليك توبه، طول ما الاستعانه والاعمال الكويسه
هي سلاحك، لان ما ينفعش انك تقاوم مجرد شهواتك ورغباتك بمجرد قوة الإرادة، لأن هتيجي مرة والشيطان هيكسب ويوقعك في الذنب. المعصية اللي بتعملها ممكن تبقى أساسا ابتلاء علشان تنبهك إن في حاجة تانية غلط في حياتك، ربنا مديهولك كعلامة، فإما تاخد بالك من العلامة دي وتشتغل، يا إما تقول خلينا ننبسط اليومين اللي إحنا عايشينهم، لأن عارفين آخر الدقايق. والتوبة مش معناها إنك تتوب وخلاص وما تعملش أي حاجة تانية، ده كده كأنك بتعمل نفس الموضوع كل مرة ومستني في مرة منهم ان تحصل نتيجة مختلفة. لا مؤاخذة كده مش يوصلك لأي حاجة، لان لازم تعمل التغيير ده الأول، لازم تاخد بالعلامة وتغير الحاجة الغلط اللي في حياتك دي. فربنا بقى سبحانه وتعالى قال انه هيفضل يتوب عليك وهيفضل يتوب عليك لحد ما تبطل الغلط دوت اللي في حياتك المعين تصلحه، فهتبطل الذنب ده في الآخر ان شاء الله. فانت على ما تصلح الحاجات الغلط اللي في حياتك دي ربنا هيفضل يتوب عليك. عشان كده الموضوع مش مجرد انك اللي هو انا هتوب وخلاص وهرجع تاني، ممكن اقع في الذنب بعدين هتوب تاني بعدين هعمل بلا نهاية، وتحس اللي هو انا ماليش كلمة وكل مرة هقعد اقول مش هعمله وبعمله، لان انت بتعمل الموضوع غلط من الاول. الغاية من الابتلاء ده هو عشان ينبهك، فانت زي ما قلت يا اما تاخد بالعلامة يا اما تقول يا هما اليومين اللي قاعدينهم في الدنيا خلينا ننبسط. ممكن الابتلاء ده يبقى جالك لانك مثلا مش بتعامل والديك كويس وبتكذب كتير مثلا، اي حاجه من الحاجات دي. وممكن على فكره ما يبقاش حاجه من دول ويبقى مثلا ان انت المفروض تزيد في العباده. ممكن ما تقدرش تبطل الذنب غير لما تبقى بتقيم الليل وبتصوم اثنين وخميس وليك ورد قران يومي. بس عشان كده ربنا اداك الفرصه ان هو يتوب عليك لحد ما انت تكتشف الحاجه دي. اللي كان قاتل 100 واحد لما راح اللي عنده علم قال له انت لازم عشان تتوب تسيب البلد كلها وتروح بلد تانية، لان بلدك مفسدين، ملكش توبة في البلد دي. ان الله لا يمل حتى تملوا، معنى ده ان ربنا مش هيمل وهيتوب عليك ولا مليون مرة لحد ما انت تشتغل على الغلط اللي في حياتك ده وتصلحه في الاخر ان شاء الله. تسلح نفسك بقى بالاعمال الصالحة، ما هو بالمنطق كده يعني ربنا مش يكرمك انك تبعد عن الذنب الفلاني وانت مش بتصلي اساسا يا معلم. فربنا مش يمل من انه يتوب عليك طول ما انت ما وقعتش في قول الشيطان هي كده كده بايظه. ومش شرط تيجي معاك من اول مره ولا من تاني مره ولا من 10 مرة، بس انت عندك ايه تعمله. ومفيش فوز مستحق غير والطريق ليه صعب. انت مثلا مش هتحس بنتيجه الامتحان لو انت غاشش 3/4 الاسئله، او مش هتحس انك عملت جسم كويس لو انت اساسا ضربت هرمونات. كل اللي عليك يا صاحبي بس انك تبتدي وتقول دعاء حلو كده وان شاء الله ربنا يكرمك. انت تاخد بصه كده على ايه الحاجات اللي في حياتك اللي المفروض تتعدل وتبتدي تظبط فيها، وتقعد تحاول برضو تجاهد نفسك انك تتوب من الذنب ده، بس تاخد بالاسباب انك برضو تحاول تصلح الحاجات الغلط وبس كده. لو عايزين ان شاء الله تبقوا تشوفوا قصص تانية فدي باذن الله ممكن نعملها سلسلة، هنشوف يعني ان شاء الله. ولو الفيديو ده فادك فياريت تعمل شير عشان ايه صاحبك التاني يستفيد برضو، صاحبك اللي مش عارف يتوب من ذنب الفلاني او اي حد عامة. واعمل اشتراك ان شاء الله عشان تتابع الحلقات التانية، وانزل بص على البودكاست كده بنتكلم فيه عن مواضيع مهمة برضو شبه اللي اتكلمنا فيه النهاردة. وبس، في امان الله.